السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم الصفوف. بالنسبه للصفوف يعني كنحتاجوا فيه، كتكون عقيقه ملي كتكون عندنا الزياده، اولا كنحتاجوا مثلا في رمضان، اولا في الايام العاديه. صراحه هو تينفع. كيف ما كتشوفوا اول حاجه البنات بديت بها، هنا عندي كيلو ديال الزنجلان. بالنسبه للزنجلان يعني راه كنغسلوه مزيان يا البنات، وكنشفوه، كنسقطروه من داك الماء ديالو، وكنخلوه في الظل حتى كينشف لينا. كل نوبه كنبقى نحركو فيه حتى كينشف لينا يا البنات. كيف ما كتشوفوا هنايا البنات راه كنبقى كنغسلوه مزيان مزيان حتى كيولي داك الماء ديالو صافي. لانه يا البنات راه تيكون كاين بعض النوبات تيكون فيه حتى دوك الحجرات وهذا، راه حتى هو كذلك كنقوه، نغسلوه ونشفوه حتى يبس لينا ونشفوه، ونديرو ديك الساعات نقيو ان شاء الله لا فيه شي حجرات ولا فيه شي حاجه واخا غسلناه. كيف ما كتشوفوا هنايا البنات انا حتى نشفتو مزيان حيت انا في ديك الوقيته فصوبتو، انا كان ديك ساعه البرد. نشفتو مزيان ومن بعد درتو حتى في الفران، حمرتو شويه فيها، حمرته في الفران. هنا كيف ما كتشوفوا يا البنات هنا عندي كيلو ديال اللوز، حتى هو كذلك حمرته. بالنسبه ليا اللوز ما تنغسلوش، غير كنمسحوه يا البنات، لان حتى هو كتكون فيه ديك الغبره ومن الاحسن ما يتغسلش، غير كنمسحوه صافي وكنحمروه، كنبقاو نقليه حتى هو كذلك. يعني كيف ما قلينا داك الزنجلان، كنقلي بالزنجلان كنقليو كاوكاو، اللوز اعتذر. هنا البنات كيف ما كتشوفوا حمرت الدقيق ديالي، الدقيق حتى كيولي ذهبي، لان الكاميرا بصراحه ما عطاتوش حقه. هنا عندي كيلو ديال الدقيق، كيلو ديال الدقيق ديال فورس. كيف ما كتشوفوا، ودرت فيه 2 معالق ديال حبه حلاوه و2 معالق ديال النافع. كيف ما كتشوفوا هنايا البنات راني كنغربلهم باش ما كيبقاوش دوك العواد فيهم. هنايا البنات بالنسبه لكي اللوز يعني كيلو كنقسمو على 3، النص كنخليه هكاك باش كنخليه هكاك صايم حيت ليا القشره ديالو، والنص الاخر داك الثاني كنهرمشو، والثالث كنطحنو بحال هكا كيف ما كتشوفوا حتى كيولي معلك يا البنات وكيطلق داك الزيت ديالو. يعني كنقسمو مع 3، الاول كنديرو في الماء ونحيد ديك القشره ديالو ونقليه، هذاك باش كنزينو به السفوف ديالنا. الاخر كي كنعلكو كيف ما كتشوفوا بحال هكا، والثالث كنهرمشوه. يعني اللوز ديالي كنقسمو على 3. ها كيف ما كتشوفوا هنايا راه هرمشتو، يعني كنهرمشوه، كنقليو، يعني كنقسمو على 3 كما قلت لكم، نهرمشوه نطحنوه مزيان حتى يولي داك معلك، والاخر كنزينو به. هنا كذلك البنات الزنجال، بالنسبه للزنجلان هنا النص ديالو انا باش يبقى ليا حرج داك الصفوف، النص ديالو طحنته علقته حتى كيف ما كتشوفوا كيولي حتى كيطلق داك الزيت ديالو، والنص الاخرين يا البنات كنخليه هكا. يعني ملي كتبقاي كتاكلي في الصفوف ما تيوحش لك داك الصفوف، كيجيك داك كيجيوك دوك المكونات فيه شويه باقيين يعني باينين. صراحه يا البنات راه الطريقه راه كيجي واعر يا البنات. ها كيف ما كتشوفوا هنايا راه درت النص، والنص الاخر غادي نهرمشو، غادي نطحنو حتى يملي معلك. ها كيف ما كتشوفوا راه علقتو يا البنات. صراحه بهذه الطريقه راه السوف كيجي زويون يا البنات. وهنايا كيف ما كتشوفوا عندنا واحد المعلقه ديال القرفه. هنايا الكوزه يا البنات شويه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها يعني يقدر يستغنى عليها. وبالنسبه هنايا درت شويه ديال الملحه، وحتى اللي نديروا الكوز ديك مسكه الحره كنزيد واحد شويه حتى هي كذلك كنطحنوها ندقوها ونديروها فيه. وبالنسبه لي البنات كاوكاو انا ما درتوش فيه هذا العام، ما فانا ديجا كنديرو فيه، ولكن بالحق البنات ملي ما درتش فيه كاوكاو عرفتي داك جا داك الصفوف، عرفتي جا زوين يا البنات. يعني اللي بيضيف ليه كيلو ديال كاوكاو يضيفو، ما بيش يضيفو يعني يستغنى عليه، ماشي ضروري لا عندك ديريه. انا صراحه درتو كما قلت لكم هاد النوبه باللوز، جا الصراحه زوين. وكيف ما كتشوفوا يا البنات دابا هاد المكونات كاملين غادي نمعكهم مزيان مزيان باش كيتجانسوا دوك المكونات مع بعضياتهم. عاد ديك الساعات نضيفوا ليه الزيت. بالنسبه للزيت درت ليه الزيت انا ديال نوار الشمس. كيف ما كتشوفوا يا البنات هنايا عندي الزيت ديال نوار الشمس، غادي نطفيه غير شويه، يعني تقريبا شحال درت انا تقريبا
قولي قرعه حيت منها هي 2 كيسان، اما تقريبا داك قريبه ايطرو درتو. وهنايا العسل راه كيما قلت لكم العسل على حسب الحلاوه اللي كتبغوا نتوما. انا درت ليه من العسل، اللي بغى اللي ما بغاش يدير العسل يعني يدير سكر كلاصي، ولكن صراحه بالعسل حتى هو كيزيد ليه ديك التعليكه، كيجي صراحه زوين يا البنات. بالنسبه كما قلت لكم العسل يعني على حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما، لان كاين اللي كيبغي يحلو بزاف، كاين اللي كيبغي يديروا شويه على حسب الناس اللي كيكون فيهم السكر، يعني كيبغيو يتفاداو داك العسل يديروا شي حاجه قليله وصافي. كيف ما كتشوفوا راه كنبقى كندير ليها الطريقه هكا، يعني حتى كيتمزجوا دوك المكونات مع بعضياتهم كاملين. بحال كنحكوه، عاد ديك الساعات غنضيف ليه داك الزيت اللي دفيتو. نسخنوه يا البنات، الزيت نسخنوه ونخليه حتى يبرد، عاد ديك الساعه نكبو عليه. دابا غنكب عليه داك الزيت اللي خليته تدفى، والعسل والزيت البنات كيف ما كتشوفوا. هنايا البنات ضفت عليه كذلك واحد كاس ديال الزيت البلديه حتى هو، كنديروا ليه حتى الزيت البلديه صافي. كما كتشوفوا هنايا راه معكتهم مزيان مزيان يا البنات حتى حسنا على هذا القوام. ولكن بالحق اللي بغاه معجن مزيان عاوتاني يزيد الزيت، زيدي الزيت باش كيجيك معجن مزيان، حيت كاين اللي كيبغيه على هذا القوام وكاين اللي كيبغيه شويه كيكون معجن. كما كتشوفوا يا البنات ها هو. صراحه راه بهذه الطريقه هي البنات، هذه الطريقه اللي درت ديال الكاوكاو كنقسموه على 3، يعني الاول مهرمش والثاني مطحون مزيان والثالث كنخليه باش كنزينوا بيه دوك الحب، كنزينوا بيه داك الصفوف ديالنا. الزنجل عاوتاني كذلك حتى هو النص ديالو درناه هكا راه كيبان فيه لا عندك، وفي نفس الوقت داك الاخر كنعلكوه، راه ملي كتاكليه ما تيوحشش ليك، يعني ما تحتاجيش انك تاكلي معاه شي حاجه، ما تيجيكش ناشف. راه صراحه بهذه الطريقه البنات بغي تجربوها واكيد غادي ينال اعجابكم، راه كيجي زوين يا البنات. وكما قلت لكم بالنسبه للكاوكاو اللي بغى يضيفوا عليه نفس المكونات، غير كما فاش كتكون ديك الزياده كتكون عندك الزياده في داك الجميع. انا باش كتجمعي اما بالزيت اما الزبده. بالنسبه للزبده انا كنفضل من احسن الزبده لا، لان الصفوف ديالها ما كيصبرش. اللي غيدير يعني اللي غيدير ليه الزبده ما كيجلس ما كيجلسش مع واحد الفتره دغيا كيخسر. اما الزيت تبارك الله كيجلس عندك. انا كيف ما كتشوفوا حتى صافي الصفوف ديالي جمعته وصافي ساليت. هنا داك قلت لكم داك اللوز اللي حيت تقريبا راه جاتني فيه تقريبا شي زلافه، هذه شديتها ودرت لها الماء طيبته ودرتو فيها ونحيد ليه القشره ديالو وصافي خلطته مع الصفوف ديالنا. يعني حتى هو ملي كتاكلي الصفوف ديالك كتحسي بداك اللوزه كتكون فيه. هذا هو الشكل النهائي البنات ديالو كيف ما كتشوفوا. الصراحه راه كيجي زوين وجربوه واكيد ان شاء الله غادي ينال اعجابكم. الصراحه راه ما تياخذ لك الوقت، انا راه يومين وجدته. نهار غسلت داك الجنجلان ونشفتو، ونهار الاخر صافي حمر دوك المكونات ديالي. نهار واحد درت هادشي يعني يومين درت هاد الصفوف ديالي. صراحه غير جربوه واكيد ان شاء الله يعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ان شاء الله ما تنساوش لايك واشتراك من فضلكم. نهاركم مبروك.